حنا كنعانيو من هذه القنطره هذه المتلاشيه، لان هي من عهد الاستعمار، وكما كتشوفوا الحاله ديالها مهترئه، وسبق وقعوا فيها بزاف ديال الحوادث السير. يعني راه كاين اكثر من 10 ديال السيارات اللي تلاحوا على هذه القنطره، وكانوا وقعوا فيها ضحايا، وكانوا وقعوا فيها اعاقات. وكما كتشوفوا راه ما يعني القنطره ما كتدوش جوج الناس، وحتى الطاقه الاستيعابيه ديالها 9 الاطوان. يعني في الا بغات شي بالنسبه للمواد الفلاحيه، المواد ديال الكاميونات الكبار، الرمايك، راه ما يمكنلهمش يدوزوا من هنايا. طالبوا السلطات المختصه والسلطات المعنيه باش دير لنا حل لهذا القنطره، لهذا المشكل. والحل الانجع انهم خصهم يغيروا لنا القنطره، تكون بجوده عاليه، والجميع المتطلبات اللي كتطلبها كرابط بين اقليمين، كاقليم تازا واقليم تاونات. هذه القنطره خويا، هذه القنطره قديمه، وكيكونوا فيها الحوادث بزاف، الكسايد. وطاح واحد السيد من العائله ديالي، طاح عليها بالكاميو هو الشيفور مات، وهو راه تهرج 2 هرسات. وماشي غير هذيك الحادثه، بزاف الحوادث اللي دازوا هنا في على هذه القنطره هذه. وحنا كنترجاو كما الله يصوبوا هذه القنطره هذه. هذه القنطره يعني هي واحد القنطره قديمه جدا، والحموله ديالها ما كتعداش 9 طن. وهذه القنطره يعني هي وسم صعار على جبين ديال لا الجماعه ولا الاقليم، لان هذا الطريق اللي حنا دابا الان اللي حنا فيها هي طريق جهويه، وكتربط ما بين تاونات وتازا. وكنتمناو ان هذه القنطره ترقى، يعني تكون شي قنطره في المستوى ديال التطلعات ديال المنطقه. وهذه القنطره هي كتدوز يعني الحديد من جميع الاصناف، يعني الكاميونات والحمولات الكبار والكار، وكتدوز مجموعه ديالو. هذا الشيء خطر على مستعملين ديال هاد الاليات. وكنتمناو ان تكون طريق، يعني تكون قنطره، يعني تكون قنطره كبيره، يعني اللي غتربط ما بين اقليم تاونات باقليم تازا، خصوصا وانها ولات يعني كيستعملوها بزاف، لان هي الممر الوحيد من اقليم تاونات في اتجاه طريق السيار في اتجاه تاهله.